لو الكرشه والممبار بيطلعوا معاكي زفرين على طول ومش عارفه تعملي ايه في الزفره دي، تعالي مع بعض ونقول لك هنعمل ايه تضيع ريحه الزفره دي خالص. الاول هنقلي كده، نحط تقليه الممبار على جنب كده على ما ننضف بقى ايه الكرشه والممبار، لانهم هياخدوا مننا تنظيف حلو قوي قوي قوي، ولازم يتنضفوا جامد. يعني بصي انا عايزاكي تهمكي همكه براحتك. ماشي، هنحط بقى التقليه على النار اهو. نيجي بقى للكرشه. بصي انا عايزاكي تشطفيها بصي كذا مره، لانها طول ما انت تشطفيها تطلع ميه معاكي مش نظيفه. اي، في بيجردوها وفي ما بيجردوهاش. انا ما بجردش الكرشه لان انا بحبها كده انا وجوزي، فما عندناش حد بياكلها مجروده، يعني عادي احنا بناكلها كده. بس طبعا لازم نغسلها غسله محترمه. اه، في الرئه ديت كده بنشيلها كده، بس لازم تشطفها الاول من بره قبل ما تشيلي الرئه دي، عشان الوسخه ما تمسكش ايه في اللحم اللي جوه ده. عايزاكي بقى تغسلها غسله بنت ناس كده. زي ما انت شايف، محدش بقى يقول لي يا اخي بتاكلوا. احنا يا جماعه متعودين عليها كده، احنا بنحبها كده يعني عادي. في ناس كتير زينا، مش احنا لوحدنا كده. عايزاكي بقى ايه ليمونتين حلوين كده. بصي 3 ليمونات ونقعي الكرشه. خدي سيبها فتره شويه كده على ما تنضفي الممبار. هنقلب الممبار بقى مع بعض كده. هو سهل على فكرة في تنظيفه وفي قلبه وكده. على فكرة مكنتش بعرف انضفه والله، انا كنت بقطعه حتت، بس بصراحة اخت جوزي اللي قالت لي هو بيتقلب ازاي، وبصراحة خلتني انضفه على طول. سهل بصراحة، كتر خيرها والله. كان معاناة بالنسبة لي. اه، قلبناه بقى، نمسك بالسكينة كده اه زي ما انت شايف في ثانية، ما بياخدش وقت، والمصحف في ثانية. اه، صلى على النبي كده واذكر الله. فول قمر زي كده. عايزاكوا بقى ما ترحموهوش، بس بالسكينه ايوه بصي كده اهو. نضفنا خالص، نشطفه شطفه حلوه كده، ونحط ليمونتين بقى وبقعه خل وشويه ملح وهمكيه، وسيبيه كده منقوع في المحلول ده كده شويه اهو. شوفي ابيض بفتح على النار كده. هنحط الحله وننزل بالكرشه، نديها صدمه كده ونسيبها تنزل الميه الزفره اللي فيها وتشربها، على ما احنا نخرط الخضار ايه بتاعنا بتاع المحشي. اه زي ما قلنا هنشيل شويه على جنب ونحط الباقي على ايه على التقليه اه، عشان تديها ريحه وطعم. وبرضو بنخلي برضو نص معلقه 7 بهارات، ونص معلقه كمون، وشويه سكر وشويه ملح وورقتين لوري اه. نشوف